ازيكم يا بنات؟ النهارده هقدم لكم تسريحه جديده تقدروا تعملوها لنفسكم وتنفع جدا بالنهار، شكلها كويس قوي. هنبتدي ان احنا نقسم شعرنا من الجنب وناخد خصله كده زي مستطيل صغير زي ما انتم شايفين، وهنبتدي نقسمه ل3 اجزاء زي الضفيره العاديه بتاعتنا، وهنضفر ال3 خصل دول عادي، اليمين في الشمال والشمال في النص زي ضفيره عاديه جدا. هنكمل تضفير لحد اخر الخصل. بعدين هنستخدم استك علشان نقدر نحافظ بيه على الشكل اللي احنا وصلنا له، استك صغير نربط بيه عند اخر الضفيره كده. دلوقتي بقى عندنا ضفيره كامله وفي شعر تحتها. هنبتدي ناخد عند اول خصله عملناها في الضفيره كده نوسعها وندخل صوابعنا منها ونسحب خصله من الشعر الاساسي وندخلها جواها، نسحبها من ورا ونوديها ورا. تمام. وندخل على الخصله التانيه من الضفيره نفتحها برضو وناخد خصله تاني من الشعر اللي قدام وندخلها من الضفيره ونرجعها ورا. نيجي عند الخصله اللي بعدها، بس خليكم مركزين ان انتوا تاخدوا كل خصله يعني بالترتيب، ما تسيبوش خصله فاضيه. هنبتدي ان احنا ناخد برضو الخصله اللي بعدها نفتحها كده، ندخل صوابعنا وناخد جزء منها من قدام وندخله جواها ونرجعه لورا. التسريحه دي بتبقى جميله جدا على اي شكل وش، سواء طويل او مدور، بتبقى شكلها حلو جدا وبتليق في اي شعر سواء قصير او طويل. تمام. احنا كده وصلنا لاخر خصله عملناها في الضفيره. هنسحب برضو خصله من الشعر الاساسي وندخلها في الضفيره كده، نسحب الشعر ده من هنا عشان طلع معانا غلط. سوري. تقريبا احنا كده خلصنا. هيبقى عندنا زي ما انتم شايفين كأنها برضو خصل كده يعني مرميه لورا بشكل كويس قوي، وفي نفس الوقت الشكل هنا منظم جدا وعامل شكل حلو جدا. تقدروا ان انتوا تضموا هنا كده بتوكه فيونكه مثلا، او ان انتوا تسرحوهم ويفضلوا على